عرفتي واحد القضيه، نتوما الا عطاتكم اسبانيا اللجوء وعطاتكم السلاح وقالت لكم ضربوا المغرب غادي نضربوا المغرب. اخر تصريحات، الله يحرق امو المغرب وفيف اسبانيا. والتصريح الثاني، داك المغرب غيبقى فيه غير الملك بوحدو، فيف اسبانيا. هذا التصريح دارته واحد الدريه مغربيه دخلت لسبته قالت المغرب غيبقى فيه الملك بوحدو وتعيش اسبانيا. والتصريح الثاني قالوا واحد الشاب مغربي قال لك الله يحرق امو المغرب وتعيش اسبانيون، يعني فيف اسبانيا، تعيش اسبانيا. انا بغيت نفهم من هذا المنبر واحد اللعيبه، واش ما قراوكمش التاريخ صحيح؟ واش ما قالوش ليكم باللي سبته راها مغربيه؟ واش ما قالوش ليكم باللي راك مازال ما خرجتيش من المغرب الحمار، راه سبته مغربيه؟ الا بغيتي تخرج من المغرب، تخرج لاوروبا، تدخل لاسبانيا اللي هي اوروبا، كيخصك تقطع بحر اخر. انا ماشي ضدكم، انا شخصيا انا ماشي ضد بنادم يهاجر، تفاهمنا؟ انا شخصيا باغي نهاجر، فهمتي؟ شبت 37 عام وشبت وتبقى فيا شعره نقطع البحر ونخوي هاد البلاد. ولكن انا ولو نمشي للصين ما عمرني ما غنهضر على الملك محمد السادس بالخير، وهادشي ماشي خوفا، وراه هما كيعرفوني، راني معروف. انا راه كاين شي وحدين كيسحبوني راني ضد البلاد وضد النظام وقسما بالله. ولكن هذا اول تصريح، اول مره غادي نقولها، ما عارفينش هاد اللعيبه. انا ولو نمشي لاخر الدنيا ما عمرني نقول على الملك محمد السادس شي كلمه خيبه، الله يشافيه من هذا المنبر. عرفتي علاش؟ اسمحوا لي، حيت كنعلم علم اليقين باللي الملك محمد السادس والأسرة العلوية كاملة هي الوحدة والاستقرار ديال المغرب، وديالكم نتوما يا الهبل اللي هجمتوا على سبته بديك الطريقة. كون مشيتوا غير تحروها حتى المسؤولين ما كيفكروش، كون راكم حررتوا سبته قسما بالله لو كنت انا مسؤول مثلا نستغلكم لو كنت انا مسؤول نستغلكم نحرر بكم سبته، فهمتي؟ شوف والله الا مريض، وهاد اللحظه اللي كندير في هاد الفيديو كتشوف الهضره ما كتخرجش ليا مزيان، علم بيا غير الله. ولكن كنقولوا كلمه حق. علاش؟ كيف قلت لكم ولو نمشي لاخر الدنيا ما عمرني نقول على الملك محمد السادس شي حاجه خيبه او على المغرب. عرفتي علاش؟ حيت انا متاكد وعارف باللي الخلل كاين فينا حنا، الخلل كاين في المجتمع المغربي. البوليسي فولدته مغربيه ومغربي، والمخزني والجندارمي تا هو ولدته مغربي ومغربيه، وداك العسكري اللي هز الحجره وضرب خوه تا هو والده مغربي ومغربيه. والطبيب اللي في السبيطار ولدته مغربي ومغربيه، واي واحد عنده شي دور هو مغربي. الله قلت الله اكبر. يعني السوسه والخلل ماشي في المسؤولين بحدهم اللي باينين، السوسه والخلل كتبدا منا حنا اصلا الشعب ما كنرحموش بعضياتنا، حنا الشعب ما كنخافوش الله، حنا الشعب ما كنعاونوش بعضياتنا. ملي تولي تعاون خوك وتوليو يد وحده وتوليو الشعب واحد وتبغيو لبعضياتكم الخير، وشكون غادي كتجري لك غادي طالع للجبل على قولة الله اكبر وطاح خوك من وراك ورجعتي ليه وجريتيه وهزيتيه، ديك الساعه نعرفوا حنا المسؤولين هما الرقم واحد اللي مدمريننا في هاد البلاد. ولكن لا، حنا مدمرين راسنا براسنا، فهمتي يا حنا؟ انا عندي مشكل معاكم نتوما، انا ما بقاش عندي مشكل لا مع حكومه لا نمي لا والو. واخا كنت حمار في 2011 وتا انا كنت كنخرج في المظاهرات وكنخرج انا وكنت مغادي قصاص هذوك ديال المظاهرات ديال 2011، ما هو موضوع طويل هذاك، شنو عاودوا لي وشنو قالوا لي سطيا هذيك الساعه. المهم كنت حمار ما قاريش، ولكن دابا كبرت وفي عمري 37 سنه، الله يطول في العمر على خير وبخير، والله يعطينا حسن الخاتمه. وعرفت الحقيقه، واخا الفقر واخا الجوع واخا ما نعرف شنو، ولكن الحمد لله الذي عافانا بالعقل السليم والقلب السليم.
طولت معاكم في هذا الفيديو بزاف، ما عرفتش واقيلا نوصل لكم الرساله، ولكن غتكون الرساله وصلت، حيت كاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع ديال السبته. بزاف الثغرات بانوا، بزاف ديال الثغرات، يعني بزاف ديال الثغرات. حنا كلنا باغيين نخويو، كلنا باغيين نصوفيو، ولكن بذكاء وبأدب وبطرق. نتوما مالكم اصاحبي؟ يا اخي، غنكتفيو بهذا القدر، لانهم كاينين نقاط غادي نهضر فيهم ان شاء الله من بعد، والله المستعان. الناس اللي غيشوفوا هذا الفيديو، عطيو معايا شي دعوه ديال الخير، اخوكم